لو انت داخل مش عارفهم فعلا مش هتعرف مين مرات مين، فدي مش صحبة كويسة اصلا. في ستات بتحب الراجل اللي متجوز في العموم. طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي. وده كلام ملوش اي علاقة بموضوع حلقتنا النهاردة، ولا انا عارف معناه ايه بصراحة. معايا ومعاكم النهاردة في كلام في الحب صديقتي وزميلتي وعشرة، وممكن اقعد اقدمها كتير قوي يعني لان شهادتي فيها مجروحة. هي الإعلامية الجميلة المميزة والمتميزة، انا معرفش ايه الفرق بين المميزة والمتميزة بس هي الاتنين. نهاوند سري، ازيك يا نهاوند؟ اهلا وسهلا. نسيت تقول جارتي ونسيت اما تقول انا حاجات قلت تانية. هقعد بقى اقدم احنا كتير. كنا طبعا ساكنين جنب بعض في اه. نفس الشارع، اه. بس انت كنت بعد كذا عمارة، واحنا بالظبط. نعرف بعض من 15 سنة او حاجة كتير زي يعني كده. كتير قوي. كفاية كده. منوراني انا هوند. مبسوطة اني معاكم، مبسوطة. كلام في الحب طيب. ملف مهم. لا احنا هنناقش النهارده بقى ملفات كتير مم. مهمة. جاهزة؟ جاهزة. طيب. خيانة الصحاب. انت داخل سخن كده على على طول، طول تك. على طول على طول. خيانة. جيب من تحت، ايوه. خيانة الصحاب، يعني لما واحدة تحب بقى حبيب صاحبتها ولا جوز صاحبتها ولا معرفش ايه، او العكس. شايفة ده ازاي وشايفة بيحصل ليه؟ واحكي لي كده يعني، وايه رأيك في الموضوع ده؟ انا بشوف ان دي حاجة، يعني هختار مصطلح طبعا يعني محترم. اشوف ان دي حاجة very cheap، وحاجة تدل على ان صاحب الفعل ده شخص ما ترباش كويس. لما تروح تبقى بتفكر في جوز صاحبتها او خطيب صاحبتها او حبيب صاحبتها، فدي من الاول ما كانتش صاحبتها. simple as that يعني. طب بس مش ممكن في انه يبقى حب بجد، يحصل بينهم حب بجد؟ اللي هو إيه، انا حبيتك غصب عني يعني. بس لا. بس الحب بيجي كده لوحده لا يعني. يعني ايه، يعني ما هو احنا لو مشينا بالمنطق ده يبقى ممكن بقى الاخ يحب مرات اخوه، والاخت تحب جوز اختها، والاب يحب مرات ابنه. مش حاجه اسمها كده اه. يعني. في بيزكس وفي اثكس وفي اصول احنا بنتربى عليها. آه، جوز صاحبتي ده مفروض ان هو يبقى اخويا، يعني ده زي جوز اختي بالظبط. ف ولو ان دلوقتي بقوا اختين ممكن يعجبوا بنفس الراجل. تخيل، احنا في زمن غريب قوي. وصاحبتين احنا بيعجبوا. في زمن غريب جدا. طيب، اه وعلى والله. فكرة الأمثلة اللي انت بتقوليها دي اللي هي بتبدو طبعا صعبة ان الواحد يتخيلها شوية، انه أخ ويحب اه، معرفش مراته مرات كل حاجة. اخوه كده. فكرة ممكن تكون بتحصل في المجتمع واحنا مش بس عارفينها هي يعني. حاجة، وإن كانت بتحصل فيها حاجة مش مم. طبيعية، وبتدل على خلل برضو في الشخص ده. يعني مش عشان هي ظاهرة بتحصل فهي تبقى عادية يا أدهم. لا أنا ده مبقولش مش ان هي تبقى طبيعي، عادية. ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. ومش ده اللي احنا اتربينا عليه، ومش ده الصح. وصدقني اللي بيعمل كده بيبقى بني آدم من الأول مش بيحبك، وبني آدم من الأول عينه على حياتك. أنا بشوفها كده. لو مم. واحدة جت خدت جوز صاحبتها، يبقى دي من الأول فعلا عينيها على الخير. أصل خلي بالك، الجواز ده رزق، الشغل ده رزق، الفلوس رزق، الشكل الحلو رزق، الكاريزما رزق، كل حاجة في الدنيا ربنا بيديها لك ده رزقك. فمعنى ان انا ابص على حاجة عندك يبقى انا بصلك في رزقك. يعني انا اوريدي ببص لك ببصة مش حلوة، فدي مش صحبة كويسة اصلا. طب شايفة ايه اللي بيؤدي لكده؟ يعني ايه الظروف الأجواء اللي ممكن تؤدي لكده؟ الغيرة ممكن تؤدي لكده. لو واحدة بتغير، واحدة عندها نقص، خلي بالك. مش لازم الشخص أو الست اللي هي بتغير أو بتتصرف التصرف ده، أو خلي بالك برضو في ستات بتحب الراجل اللي متجوز في العموم حتى لو مش صاحبتها. دي مم. ستات عندهم نقص. ليه؟ لأن الست اللي عندها نقص دايما عايزة تحس إن هي تقدر تخش وتبقى في كومبيتيشن معينة وتنتصر. لو أنا عارفة قيمة نفسي وعارفة أنا فين، مش محتاجة أروح أعمل ده واخش في كومبيتيشن على اشوف ان انا هعرف اجيب الراجل ولا لا. فلو جبته كده يبقى انا ده انا بعرف، ده الرجاله بتعجب بيا، فانا كده بقى ايه، انا جامده جدا. دي واحده عندها نقص، فاسباب كتيره، بس اساسها انا بشوف الميجر النقص طبعا. شايفة ايه المساحة الاجتماعية اللي ممكن واحدة تديها لصاحبتها في ان هي تخش بيتها وحياتها وعلاقتها بجوزها او بصاحبها او بتاع؟ يعني انت لو عندك صاحبتك الانتيم واللي واثقة فيها كل حاجة، شايفة برضو ان انت لازم تعملي حساب اللي انا بقوله ده؟ يعني لازم يبقى فيه
حسابات معينة لمدى توغل بقى وقوة العلاقة ودخولها البيت ايوه والخروج. فهماك. اه، مليون في المية. انت فعلا. عارف السؤال ده لو سألتولي مثلا من 5 سنين مم. مم. كنت هقول لك لا عادي، لا لا لا، ازاي، دي اختي صاحبتي، دي عشرة عمري. لا، لا، مفيش حاجة اسمها كده. ولو في حاجة اسمها كده حلوة قوي واحنا مبسوطين بده، بس في ليميت هيبقى موجود برضه. يعني احنا كنا نسمع زمان بيقول لك ايه، مم. مثلا ايه، عدي حبيبي واجيب صاحبتي من الشغل وهاتها على البيت عشان هتتغدى معانا. مم. او تبقى قاعده عندهم في البيت، ده هي نايمه شويه، فلانه نايمه شويه، انا هنزل بس اجيب حاجه وهرجع، تسيبهم لوحدهم في البيت، تخليهم يسافروا مع بعض. تثق فيها بزياده ان هي تخليهم تيجي تبات مم. عندهم كتير. لا، الكلام ده ما ينفعش، حتى لو كانت مين، حتى لو كانت مين ما ينفعش، لان اصلا ده مش الصح انه يحصل. مش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. حتى لو من حرص سنين. ولا تخون، مم. حرص ولا تخون. مم. انا لازم احط ليميت، ومش اي حد يدخل البيت، ومش اي حد ابدا يتعرف كمان على الراجل اللي انا برتبط بيه خالص. وده مش مم. حاجة تعيب، كل واحد مم. في الاول وفي الاخر حر يدير حياته، او يعني يدير حياته بالشكل اللي هو شايفه صح ليه. مم. بنسمع قصص قد كده مع فنانات ومع ممثلين ومع آه ناس كمان، يعني بروفايل كبير، مم. مش ناس مثلا اي كلام، لا، بروفايل كبير بيحصل معاهم ده، ان بتلاقي واحده صاحبتها جت خطفت جوزها. مم. فلا. طيب، ومن في نفس السياق ده، شايفة بقى انه لما الناس بقى بتسافر مع بعض جروب، يقعدوا في حتة واحدة، يبقى ده ومراته وده ومراته وده وصاحبته وده وصاحبته، يسافروا يقعدوا في مكان واحد، في بيت واحد، امم في طول الوقت مع بعض بتاع ده، ممكن برضو ممكن بعض الناس تقول ان انا متخلف ان انا بفكر كده او بسأل السؤال ده، لا او ده بالعكس، عادي او معرفش لا ايه او كده. بالعكس، سؤالك مم. منطقي جدا. مم. اقول لك على حاجه، انا مم. شويه اولد سكول، يعني مم. التربيه اللي هي شويه مش كل حاجه عادي، لا. مم. يعني لو احنا هنسافر كلنا جروب متجوزين، كل واحدة وجوزها، ما فيش مشكلة طبعا، وكلنا اصحاب، وكل واحدة وجوزها، وكل واحد ومراته، ما فيش مشكلة، واحنا فعلا صحاب. يقعدوا كل حد يعني يقضوا الوقت مع بعض، وكل حد يروح يبات في مكان، ولا يقعدوا لا في مكان عادي، ما واحد؟ في كلوز فريندز بيبقوا متربي معاهم من زمان، اتجوزت واحدة صاحبتي فدي بجوزها وانا بجوزي وكده، لا ده عادي. مم. لكن مش اللي هو لما نروح هناك، ما هو اصل كل حاجة ليها اطار معين. اوكي مم. سافرنا مع بعض، بس احنا بنشوف اوقات مثلا ناس بتسافر مع بعض ما بتبقاش عارف مين مرات مين ومين جوز مين. انا ده ما بحبوش. مم. يعني فاهم، لا، مسافرين كل واحدة مع جوزها، كل واحد مع مراته، كل واحد عارف الليميت بتاعه، كل واحد عارف احنا يعني اخرنا ايه، فاين. لكن الناس الاوبن مايندد، مع احترامي كل واحد حر، اللي فعلا تبقى مسافر مش عارف في ايه، لو انت داخل مش عارفهم فعلا مش هتعرف مين مرات مين. مم. فدي بالنسبة لي لا لا لا، حاجة انا ما احبهاش، ومش الجو اللي انا بحبه اصلا، فديفنتلي مش هعمله. طب وانت شايفة اصلا يا نهواند، ايه يعني ايه اللي ممكن يخلي الراجل يخون اصلا في العموم يعني؟ خلينا نقول السؤال بطريقة تانية، ايه اللي ازاي؟ يخلي الانسان يخون؟ ما عشان لان احنا في ستات بنتكلم. بتخون بس احنا بنقولش. لا، ما انا عارف، فاهم ايه اللي يخلي الانسان يخون. ايه اللي يخلي حلو، ايه اللي قلت يخلي، اختصر. يلا، ايه اللي يخلي الانسان اصل يخون؟ هقول لك على حاجه، دايما يقولوا لك مم. ايه، الراجل بيخون، الراجل مم. بيخون. اولا اه. statistically، احصائيا، الرجاله في مصر، دي معلومه انا بقولها واثقه منها جدا لان ده حاجه في شغلي، الرجاله في مصر نسبتهم اعلى من الستات. تمام. فلو انت جيت اتكلمت عن الخيانه في مصر، نسبه اللي بيخون اكتر مين من وجهه نظر المجتمع ان هم الرجاله. مم. طيب هي الرجاله دي بتخون مع مين؟ مش مع ستات؟ يا طيب ستات. لما الرجاله دي تخون مع ستات، يبقى الستات دي كلهم سنجل ولا في منهم هيبقى متجوز؟ لو احنا اكيد. جينا اتكلمنا بالمنطق، فالخيانه موجوده كده كده راجل وست. مم. طبعا فعل ما فيهوش اي احترام، وده موجود في العالم كله بس بنسب. فالسبب بقى ورا ده، انا عمري ما هلوم فيه الطرف التاني، لا راجل ولا ست. نو واي تتكلم بالثقافه دي، اصل هو ما بيهتمش بيا وفلان اهتم بيا، اصل هي مش عارفه شكلها ما بتحافظش على شكلها، والتانيه معايا في الشغل بتهتم بيا وشكلها حلو. لا، ايه ده؟ بس انا هوند، ما هو لا، مش مطلوب مني ان انا، ما هو انا طبعا لازم ابذل، لازم اعمل مجهود وافرت ان انا طول الوقت ابقى
يعني اهتم بنفسي وشكلي ده موضوع تاني، ومتغير الاهتمام بالنفس آه، والشكل الحلو والجسم الحلو كل ده ملوش طب ما انا مبرر. لو جوزك اهمل في نفسه بقى طول هروح الوقت اخونه؟ لا مش هتروحي. لا انا قصدي مش، لا يعني مش تروحي تخونيه، بس اكيد ده هيضايقك، يعني يضايق، ما اكيد. هو يضايقه ويضايقها، بس مم. مش معنى كده ان ده مبرر ان هو يخون او هي تخون. انا مم. مش بتكلم ان نهمل نفسنا عشان ما نتخنش. مم. انا بتكلم عشان نتخان، يعني ده هيبقى سبب. مم. انا بتكلم في ان ما فيش مبرر للخيانة. انا بشوف ده قرار. الخيانة قرار للراجل وللست طبعا، لان انت ما بتخونش فجأة. مفيش حد بيكون فجأة ماشي في الشارع خان فجأة، لا. انت بتقابل بني ادم، بعد مم. كده بيعجبك، بتبتدوا تتكلموا، بتبتدوا تخرجوا، بتبتدوا بقى يحصل بينكم علاقة بقى whatever نوعها ايه. فهي مش حاجة طب تصدقي سربرايز. دلوقتي انا جه في دماغي حاجة جديدة خالص، ايه؟ يعني انه ممكن اصلا الخيانة دي يعني نعرفها تعريف تاني غير الخيانة. احنا بنسميها خيانة عشان في حد في علاقة ودخل في علاقة تانية. اه. طب ليه ما نسميهاش انه حد بطل يحب او ما بقاش عنده احساس في الناحية دي، ولقى احساس في حتة تانية طب ما يروح يعني. الناحية التانية، بس يقول للشخص اللي هو ما معاه. ما هو مفيش حاجة اسمها عشان البيت والولاد، مفيش حاجة اسمها كده مش خالص، ده عشان كلام ما هو فارغ. برضو الموضوع يبقى complicated شوية ان ده انا، كلام فارغ. لا انا مش هيبقى سهل عليا. انا بحط على فكرة الراجل مم. لما بيحب حد تاني على مراته هو كده كده sooner or later بيبقى هيطلق وهيروح الناحية لا مش التانية. شرط، لا لا. يعني لا، في معظم في في معظم الحالات اللي مش حلوة. مم. لكن مش ده الطبيعي. مش ده الطبيعي. لا، مش ده الطبيعي، بدليل ان الاجيال اللي قبلنا كانوا بيعيشوا مع بعض 40 و50 سنة و30 سنة. ايوه بس ما كناش الستات، بنسمع عن الكلام ده. الستات زمان ما كانوش بنفس ده برضو الوعي رد بتاع مش دلوقتي. صح. هاجي اقول لك طب ما الرجالة زمان ما كانتش زي الرجالة دلوقتي، ودي 100%. مم. يعني دي ما فيهاش نقاش. بس هي القصة برضو مش عشان كده. علشان كان في حاجة اسمها الناس اتربت ان هم يعدوا المشاكل اللي بيقابلوها. احنا دلوقتي لو اتنين مثلا عايزين يتجوزوا، ارتبطوا ببعض خلاص، مم. لسه بيكتشفوا بعض. لو هو مثلا طلع بياكل بطريقة مش عاجباها، او لو هي طلعت بتلبس الوان مش حابة، شوف التفاهة. مم. لا انا مش حاسس. بقينا يعني عارف اللي هو منطق، اللي هو لا منطق، اللي هو لا انا مش حاسس، لا انا مش حاسه، لاسباب تافهه جدا. فالبني ادم اللي تفكيره بقى تافه عمره ما هينجح في علاقه زوجيه كلها بالمناسبه ups and downs. ويكمل 30 سنه و40 سنه. احنا جيل صعب. مم. يعني احنا جيل صعب، واللي بعدنا جيل اصعب. فاحنا مش فاهمين يعني ايه جواز اصلا. احنا داخلين ننبسط، ولو في مشاكل حصلت ولا دروب مثلا لحد منهم، خلاص مع السلامه. اهالينا مم. ما كانوش بيقولوا زمان مع السلامة. لا ما هي انا عشان كده بقول لك، هي الموضوع بيبقى صعب ان انا على فكره انسانيا، حتى لو ما فيش لو حتى لو ما كنتش، حتى لو باجي اسيب حد من غير ما اخونه معايا بقاله سنين، وحتى بقى ممكن يكون في بينا اولاد، حتى لو انا مقرر بيبقى الموضوع صعب. مش سهل ان انا اقول لحد سلام عليكم انا مبقتش بحبك، او ل- سلام عليكم انا هتجوز حد تاني يعني لا، الأصعب إن أنت تعمل ده، إن أنت تروح لحد تاني وتخدعها الشخص اللي معاك، إن أنت تكذب وتخدع الشخص اللي معاك. كل ده وحش جدا. بالعكس، أنا أحترم جدا الراجل أو الست، الشخص اللي هيروح للشخص اللي هو مرتبط بيه متجوزه، ويقول له أنا لأسباب ما مش هقدر أكمل في العلاقة دي، وأنت لك الاختيار. راجل أو دي هتبقى ف... للستات أكتر، لك الاختيار. عايزة تكملي تمام، مش عايزة تكملي بمنتهى الأدب. لا يعند بقى معاها، ولا يقول لها أنا هاخد الولاد، ولا يقول لها أنا مش هدفع لك نفقتك، ولا الكلام ده خالص. منتهى الأدب. خليك راجل في الأول وفي الآخر. رجالة مواقف. اديت لنفسك الحق ان انت تحب واحدة تانية، اوكي. اللي معاك دي بقى خيرها، هي عايزة تكمل ولا لأ. وفي نفس الوقت لو انت مش هتكمل معاه وهي اختارت ما تكملش، خليك راجل للنهاية. موضوع بسيط بس. تعرف مشكلتنا ايه؟ ايه. الأخلاق. الأخلاق لو موجودة، كل حاجة تانية هتبقى سهلة. الأخلاق بمعنى إنك تبقى صادق، إن أنت تبقى مش مخادع، ما تبقاش بوشين، ما تبقاش واحد. أصل تعرف أوحش حاجة في الخيانة إيه؟ الأمان بيروح. الست اللي هي بتحط راسها على المخدة جنبك، ولما بتيجي تحضنها بتحس ان هي في العالم كله محدش يقدر يأذيها، لو هي مع راجل بجد بتحترمه وبتحبه، الحضن ده لوحده بيكفيها عن اي حاجة تانية. خلاص انا في امان. فلما يجي الراجل يحب حد تاني ويكذب ويخادع وكده، مبقاش صريح، صدقني هي بتتكسر عشان الأمان اللي هي شايفاه إن ده عيلتها بيروح. فده وجع وحش قوي. وجع وحش قوي، ستات كتير بتحس بيه. فعشان كده الصراحة في الأخلاق، اللي هي الأخلاق نفسها، أحسن حاجة.
اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزاه، بس بالاخلاق. يعني انتي مع ان جوزك مثلا يجي يقولك انا حاسس بحاجة من ناحية حد تاني وانا هتجوز، انتي معايا ولا باي باي هرد بكل عليك صراحة؟ بمنتهى الصراحه، اصل احنا اه. مش مم. هنجمل الامور مم. كست. مم. طبعا ما احبش اتحط في موقف زي ده مم. تماما، مم. ولا اي ست على فكره في العالم. انا بقول لك اهو، بتحب راجل هتحب انا انها فاهم، بس تتحط انا في قصدي ده. ان هو يجي بس يصارحك بس ما حلو، يخدعكيش، يعني يجي احترم ده اه. بقى. مم. يعني لو جه صارحني وقال لي نهاوند او فلانه، انا حصل واحد اتنين تلاته وجاي بقول لك وانت عايزه ايه، هقول له بقى انا عايزه ايه وقتها. خلاص. مم. وانا كنهاوند انا ما بقدرش يعني ما بعرفش اسامح في الخيانه، لا واحده صاحبتي ولا حد انا بحبه ولا قريب ولا اي حد، لان زي ما بقولك الامان بيتكسر. طب وانتي لو هو جه قالك هتعتبريه خانك؟ ما هو طالما جه قالك معناه ان هو اوريدي خلاص حس، اوريدي في لينك مع ما حد هي تاني. الخيانة ان انت تحب حد تاني او كده، بس اه. ان انت تيجي تقول للطرف ده، فانت كده بني ادم احترمت نفسك واحترمت اللي معاك. فحقك بقى بعد كده لو هي عايزة تكمل تكمل، مش عايزة تكمل هي حرة، مم. ولازم انت كمان تحترم ده. مم. لكن ان قصة انك حبيت حد تاني ورحت علاقة تانية، طب ما دي خيانة، امال ايه هي هو في الخيانة؟ بقى بنات كتير يا نهاوند، اكيد انتي بتشوفي ده وعارفة اكتر مني، يعني تفهمي اكتر امم مني في البنات. في بنات لما بتحس انه الحاجة هتروح من ايديها وان هي تتخان او ان في واحدة تانية في الحياة، بالعكس بقى تقولكيش لا باي باي وانا مش عايزة. وما ده ممكن تتمسك اكتر وتبقى عايزة تحس ان هي في جولة عايز تكسبها، عايز ترجعه تاني. في ساعات الخيانة بتخلي الست تتمسك اكتر بالراجل. لا، دي بتختلف من اي ست لست، مم. يعني بس بتختلف. موجودة. بتختلف من بني ادم لبني ادم 100%. مم. انت ممكن واحده فعلا تعالج الموضوع كده تقول لك لا، وانا اسيبه ليه؟ مم. انا مش هسيبه، انا هفضل معاه وهحاول ارجعه لبيته تاني مم. وهاخده منها في ناس بتعمل كده حقهم. مم. بس انا بكلمك، انا كنهاوند انا ما عملتش ده. ايوه انا هوند، بس انت ممكن تكوني بتقولي ان انت مش كده ومش هتخشي في الجولة اللي انا بقولك عليها دي، يمكن عشان انت ما تحطيش في الموقف ده قبل كده. ممكن لما تلاقي نفسك في الموقف ده غيرتك على نفسك، او زي ما بيقولوا ايجو مثلا، او في حتة كده اللي هو الانا عندك تخليكي لا عايزة لا انا عايزة ارجع الراجل ده تاني، وازاي حد تاني شاف غيره. الايجو اللي انت بتتكلم عنه، لو واحده عندها اعتزاز بنفسها، بالعكس، طالما انت قررت تروح تاني، هقول ان الخيانة قرار. انت قررت تروح لواحدة تانية، مع السلامة. زي ما انا يجي غيري، انت هيجي غيرك على فكرة، عادي. على فكرة عادي، روح لحد تاني وانا هروح بعد كده اكمل حياتي، واكيد ربنا هيعوضني حد احسن منك، عادي. الحياة ما توقفش يعني. يعني اللي بتتخان دي ما تفتكرش ان هي مش تعرف تعيش ولا هتلاقي حد تاني، لا هتلاقي طالما هو اختار ان هو يكون مع واحده غيرك، او هي اختارت تكون مع واحد غيرك، دول بيتقالهم مع السلامه. فانا كنهواند عمري ما هروح بقى اخش في كومبيتيشن وانا يا هي ولا ادب، لا هو مش بتاعي خلاص، الراجل ده ما بقاش بتاعي طالما هو قرر ان هو يسيبني ويروح لحد تاني، او يروح لحد تاني وفاكر ان انا هقبل، يبقى هو مش بتاعي من الاول، خلاص. طب يا نهاوند، ده بالنسبة للراجل اللي هو بيخونك مع لا صاحبتك. قدر الله، احنا اه. بنفترض يعني. اه. طب هتعملي ايه بقى مع صاحبتك اللي هي خانتك بقى مع جوزك او حبيبك؟ اه مم. والله هي هتصعب عليا. هي هتصعب. بص هقول لك على حاجه. جو اللي هو ما تنزلش المستوى البني آدم اللي أذاك عشان أسيب الدنيا، ده مش عندي في قاموسي خالص. وأنا قلت الكلام ده قبل كده في لقاء برضو. أنا ما بسامحش، مم. أنا بأذي اللي بيأذيني، مم. وهفضل كده لغاية لما أموت، أنا بأذي اللي بيأذيني. مم. ولو طالت المدة، مم. البني آدمة دي، أولا أنا هقول للناس كلها اللي هي عملته، تمام، مم. أكيد. فضيحة بجلاجل. وتاني حاجة، لما تجيلي فرصة ان انا اذيها هاذيها. ايوه، بس انتي في الاخر هي ممكن حد يجي يقولك انتي اللي يخصك يعني يعني. ايه هيروحوا يقولوا هو اللي راح لها؟ هو اللي راح لها اه. خلاص، وهي راحت له ولا لا في الاخر؟ ايوه ما خلاص هي. راح، مش هي بقت معاه. بس هو اللي جوزك. مفيش حاجة اسمها كده يا ادم في الحقيقة، مفيش حاجة اسمها كده في الواقع، مفيش حد بيتكلم بالمنطق ده خالص. اللي بيخون واللي بيخون معاه، مم. دول الاتنين بيتحاسبوا، او دول اطار واحد. دي بقى صاحبتي، انت بتقول مم. ان دي مم. صاحبتي، لا طبعا مش لازم هتدفع ثمن اللي هي عملته، لان هي خانتني.
لان الخيانه اللي بتيجي من واحده كمان صاحبتك بتعتبرها زي اختك او واحده صاحبتك دي بتوجع جدا. خلي بالك في ستات بتتوجع من صاحباتهم اكتر من الراجل، تقول لك ده راجل يروح ويجي غيره، بس صاحبتي دي اللي انا عشره عمري بقالها من واحنا في المدرسه مع بعض دي توجعهم اكتر. بكلمك بقى من منطق الستات. فاللي هي عملته ده خيانه كبيره جدا، فلازم هتدفع ثمنها. وانا بقول لك انا كنهاوند انا هاذيها زي ما هي اذتني، حتى لو عدت سنين هتجيلي الفرصه هاذيها وجامد. طب قولي لي بقى انا هوند، اقول لك. انت عارفه يعني انا بشوف يعني وعارف دايما ايه بيجيلك ما شاء الله عروض كتير للارتباط على يدك. والجواز. ايه بقى يعني ايه امم اللي ايه اللي يعني مش عايز اسال سؤال من غير ما اكون سخيف، بس ايه اللي موقف الحاجات، ايه اللي اه معطل الدنيا؟ لا، انا اتجوزت قبل كده انت عارف طبعا. بص يعني انا يمكن عندي في الفتره اللي فاتت تحديدا كان شويه في ناس كده اللي هو ايه. مش هاجي اقول مثلا ما تقدمش حد مش كويس، ما قابلتش حد مش كويس، انا قابلت ناس كويسين و... وكتير ناس كانت بتيجي وعايزه تتقدم وعايزه تتجوز، وزي ما بقولك على يدك انت عارف كذا حد كمان كان حابب ان احنا نرتبط ويقابل اهلي ومن غير حتى ما نكون نعرف بعض قوي، يعني ناس بتعجب بيك كفكره كشكل كشخصيه بتسأل عنك. بس انا مشكلتي في حاجه يا ادهم بصراحه، انا هعترف. انا عندي حته كده اللي هو ايه، مش خوف من الارتباط تاني، بس دايما اقول طب ما هو الشخص ده ممكن ما يبقاش هو الشخص اللي انا بدور عليه. تيجي مثلا تقول حوار مع الذات، يعني اقول طب ما الشخص ده انا عارفه ان هو مثلا بيحبني وكويس وبروفايل، لو انت جيت فكرت فيها بروفايل كويس جدا ما يترفضش، بس دايما ببص ان لا، ما هو عشان مثلا بروفايل حلو قوي فممكن ان هو يطلع في الجواز مش كويس، يطلع ان هو بيخون، يطلع ان هو مش بيتعامل بالطريقه اللي انا عايزاها، مش حنين زي ما انا عايزه. وكل ده هتكتشفه بعد الجواز مش قبل. انا عارفه ان انا اللي بقوله ده ممكن يبقى مش مقنع، او ممكن يقول نهاوند ما هو اي حد محدش ضامن حاجه، بس انا عندي قلق. فدايما مش انا هعترف انا ضيعت ناس كويسه جدا كانت عايزه تتجوزني وكانت عايزه ترتبط وكانت عايزه تعمل عيله، وكانوا اهلي موافقين عليهم و... وناس محترمه واصدقاء انا منهم لحد دلوقتي. بس انا وقتها كنت خايفه، يعني انا كنت وقتها كنت خايفه اخد قرار الجواز تاني، دايما كنت ببص على الحاجات الوحشه ممكن تحصل مش الحلوه. طب ودلوقتي بقى شايفه الموضوع زي ما ازاي؟ انا. الله. يعني بعد الدرس ده كله. اغشك. انا والله العظيم هقول لك حاجه. قولي. اصل انا حسيت بعد اللي انت قلتيه ده، أصل انت قلتي زمان آه، كنت كذا، والله فحسيت أقول انت دلوقتي لك يعني. على حاجه. يعني في مثلا ايه حد، يعني أنا بقعد اتكلم مم. مع اهلي وكده، عمتي بالذات تقول لي مم. حرام عليكي اللي انت بتعمليه ده حرام، اقول لها حرام مم. ليه؟ تقول لي يعني انت بترفضي ناس غيرك نفسهم في حاجة واحدة كويسة من اللي عندك، يعني مم. من الناس اللي بتيجي. مم. ففعلا يعني لو جيت بصيت بالورقة والقلم والله هتلاقي الناس هايلة، مم. وفي منهم ناس كانوا عاجبني، بس انا زي ما بقولك يمكن انا محتاجة اتعالج. بحاول الاقي اجابة. والله ممكن اكون انا عايزة لا بس بس اكيد هتجوز ما تقلقش ان يعني. شاء الله. ان شاء الله، بس اه ما لا عادي. تخوفيش الناس منك يعني لا مش ال خوف. العرسان اللي بيسمعوا نهاوند دلوقتي يا جماعة، لا هي اتعلمت من انا من اللي اتعلمت عملته من قبل كده. اللي اه. حصل وما اه. تقلقوش تعالوا. وخير ان شاء الله. طب قولي لي يا نهاوند، يعني انت او مش انت، يعني الست عايزة ايه من الراجل، او عايزة ايه في الراجل؟ هنعدي بقى ان هي حبته الكلام ده كله هي بقى منتظرة ايه من الراجل اللي هي حبته ده؟ الأمان رقم واحد. الأمان ده بقى بيشمل حاجات كتيرة جدا. الأمان إن أنا أبقى واثقة إن الراجل ده يعني في ظهري، ده رقم واحد. إن الراجل ده أقدر أقول له كل حاجة عن حياتي وأتمنه على سري. الأمان ده إن الراجل ده كمان مش هيقدر إن هو يغدر بيا، مش هيسيبني في نص الطريق، مش لما أبقى تعبانة هيقول أنا الست دي زهقت منها أنا أبدلها بواحدة تانية، لما أبقى في مود وحش ما يقعدش يعني فاهم. شخص فعلا بيحبك فحاسس معاه ان هو محتويك وشعور الامان موجود. لو انا حبيت واحد وما حسيتش معاه بامان عمري ما هتجوزه.
عمري. لازم الست تحس انها في امان مع الراجل. وفي المقابل الست بقى تدي ايه للراجل؟ الراجل بقى يرد على ده. بس انا اعتقد ان الرجاله بتبقى عايزه التقدير، وعايزه الست اللي معاه تبقى برضو يعني حنينه ورقيقه. يعني في ستات ما بتعرفش ازاي تتكلم مع الراجل او مع جوزها، يعني بتعتبر ان ده خلاص حد في البيت موجود فمش مهم. لا، الراجل لو انتي لما يدخل من الشغل عملتي له الغدا، حطيته له ودلعتيه واتكلمتي معاه وقلتي له شكلك حلو وبعتي له مسج وحشتني والبيت وحش من غيرك، الحاجات الصغيره دي على فكره بتفرق. الرجاله بشر زينا، لو فاجئتيه في عيد ميلاده حلوة بفكره الرجالة هديه. بشر زينا. اه بشر زي بيفتكروا ان الرجاله دول ما بيحسوش مثلا، او الراجل ده ما انت اللي تعمل لي وانت اللي تدلعني وانت اللي استنى منك وانت لا. الراجل كمان بني آدم ويحب الهدايا ويحب الدلع ويحب الاهتمام ويحب يتقال له شكلك حلو ويحب يتقال له شكرا بجد ان انت عملت لي ده، انا من غيرك ما كنتش هعرف اعمله. وايه الغلط انك تعمل ده او تقول ده؟ فالراجل مستني الحاجات دي من الست. فاحنا للاسف برضو عندنا بنات دلوقتي فاهمه ان الجواز حاجه تانية، اللي هو زيك زيي. هو الراجل حاجه والست حاجه، لا يقلل ولا يزود في الراجل ولا يقلل ولا يزود في الست. على فكره هو بس اعرف ازاي تتعامل مع الشخص انت بتحبه، لان كل حاجه انت بتعملها هتبقى اوت اوف لاف في الاخر. فانت مش بتعمل حاجه غصب عنك يعني. فهي العلاقه بسيطه بس احنا اللي بنكبرها والله. والله شفت العقل؟ والله معاكي حق. لا لا. والله، بس انا بكلمك من قلبي، ده اللي آه، انا بجد لا مؤمنه ده بيه يعني. يعني انا اصلا يعني كعشرة لا ملاحظ تغييرات كتير في عقلت قوي في يعني في حاجات كتير اتغيرت يا جماعة والله يعني. على مدار السنين. اه والله. طيب عايز منك في الاخر مسج او رسالة او نصيحة للبنات او الستات في الحب عامة، في الجواز، في الريليشن شيب، مم. تقول لهم ايه؟ هقول لهم ان الجواز مش علاقه مين اللي هيسيطر فيها ولا مين اللي هيكسب من وراها مم. ولا مين اللي كلمته هتمشي. الحياة الجواز ده علاقة حلوة جدا، دي من أحلى العلاقات اللي ربنا خلقها. انت بتعيش، فاهم يعني ايه؟ انت بتعيش في البيت مع شخص بتحبه، تتفرج على افلام بالليل معاه، بتسافر معاه، آه، بتبقوا مع بعض في كل حاجة. فاهم؟ لما بتبقى متضايق بتروح تترمي في حضنه فبتحس ان انت اطمنت. الحاجات دي كلها حلوة، في علاقة حلوة جدا. فلازم نبقى فاهمين الراجل مستني ايه والست مستنية ايه. وبرضو ما يبقاش في حتة اللي هو ايه، يعني اللي بشوفها دلوقتي الناس مش واضحة. يعني تبقى الست عايزة حاجة ومش واضحة والراجل عايز حاجة ومش واضح، فانت مش واضح وانا مش واضحة، طب هنعمل ايه؟ مم. الموضوع بايظ. communication مهم جدا. ويا ريت لما الست تتكلم مع الراجل تقول له انا عايزه اتكلم معاك حاجه مضايقاني، ما يجيش بقى الحاجه الكليشيه، الجمل الكليشيه بتاعت يوه هو ايه النكد ده. لا، هو مش مم. نكد. الست لما بتقولك عايزه اتكلم معاك ده معناها ان هي عايزه تصلح، مش عايزه تنكد. النكد دي في الاخر هو انت بقى مم. الحقيقه. بس كده. نهاوند، يعني انا اتبسطت قوي 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 وانا كمان. بجد والله، كانت حلقة حلوة ونورتيني وشرفتيني. جود luck يا ادهم. ويعني هو فكرته والبودكاست ده حلوه جدا، ولان انت بتخش بقى في حتت الناس مش بتتكلم فيها عاده لما حد بيستضيفهم، فدي حته او يعني منطقه جديده. فجود luck، وانا مبسوطه والديكور حلو جدا، الاضاءه البينك اللي ورايا يعني لا انا عاجبني كله، فان شاء الله دايما ناجح يعني. حبيبتي يا نهاوند، ميرسي. خلصت حلقتنا من كلام في الحب، واستنونا في الحلقة اللي جاية. باي باي.